بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اهلا اهلا يا حيلته اهلا. طبعا بعد الكارثة والفضيحة بتاعة اتحاد الكورة والمنتخب اللي خرج من كأس العرب من الدور الأول بفضيحة قدام الأردن 3-0، كل الناس دلوقتي والليلة كلها ماشية في اتجاهي بيشيلوها الحلم طولان. تمام، فاوعى اوعى موضوع حلمي طولان ينسيك هنا بريدة، وينسيك رابطة الأندية أحمد دياب، وينسيك الوزير. تمام، يعني أنا عايز أقول لك من الآخر كده، هو فاضل إيه أساسا علشان تعرف إن وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة واللجنة الأولمبية ورابطة الأندية فسد، والمفروض مش يقالوا، المفروض يتحاكموا. المفروض يتحاكموا على الفساد دوت، مش يقالوا. انت فاهم قصدي؟ الموضوع اكبر من خروج المنتخب من كاس العرب والكلام من ده. لا، الموضوع ليه ابعاد كتيره جدا. بص يا سيدي الفاضل، لو جينا من ورا كده لقدام، عد بقى كوارث وبلاوي. اول حاجه الكارثه الكبيره، اللعيبة والرياضيين اللي بيموتوا في الملعب وفي حمامات السباحة. تمام، دي مسؤولية مين؟ دي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة. رقم واحد وزير الشباب والرياضة. دي أكبر كارثة، دي المصيبة الكبيرة. يعني دي ما تنساهاش وانت بتتكلم عن البلاوي والمصايب اللي موجودة في المنتخبات. لا، ما تنساش دي. أول نقطة الرياضيين، أحمد رفعت الله يرحمه اللي توفى في الملعب، يوسف اللي توفى في حمام السباحة الله يرحمه، وغيرهم 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 كتير رياضيين، ربنا يرحمهم ويتقبلهم يا رب في الصالحين، ماتوا في الملاعب بسبب ان مفيش تجهيزات، ولا في ناس عاملة حسابها، في ناس فسدة مسؤولين عن الرياضة في مصر. عشان كده الناس دي ماتت. انا هو الموت كده كده الناس كلها مكتوب عليها، لكن الفكرة هنا فين؟ في مسؤولية وقع عن واحد فاسد تسبب في حالة وفاة، حالات بقى وفاة للرياضيين كتير. مسؤولية مين؟ ما هو مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، مسؤولية الوزير. ده أول حاجة. الإخفاقات بقى المتتالية، يعني المنتخب اللي طلع بفضيحة من كأس العرب. تمام، منتخب الشباب اللي طلع من كأس العالم برضه بفضيحة، مسؤولية مين؟ تمام، اللعيبة اللي بتلعب في الأولمبياد وبتطلع من غير ميداليات بتطلع بفضيحة. يعني بنروح الأولمبياد بنطلع صفار كده، مفيش ميداليات، يا إما خدنا برونز يا ما خدناش، يا إما اجتهادات فردية من اللاعبين. لعيبة راحت الأولمبياد وهربوا، تمام، وراحوا اتجنسوا لدول تانية ولعبوا بأساميها. دي فضايح. ده مين المسؤول عنها؟ اللجنة الأولمبية والوزير، وزير الشباب والرياضة. المنتخب الأولمبي اللي يروح في ضيف شرف كده في أي أولمبياد، سلام عليكم وعليكم السلام، ويمشي يلا يروح. المليارات اللي بتصرف في الهوا، مليارات ملهاش أول من آخر، بتصرف في الهوا على الكورة وعلى الألعاب الفردية وعلى غيرها وغيرها وغيرها، والنتيجة صفر، المحصلة صفر. ده مين المسؤول عن الكلام ده كله؟ ما المنظومة الرياضية كاملة، وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات كلها واتحاد الكورة، تمام، ورابطة الأندية، كل الناس دي المفروض تتحاكم، تتحاسب، مش تقال، مش يقدموا استقالتهم ده لو عندهم دم. لا، الناس دي المفروض تتحاكم على البلاوي السوداء اللي حاصلة في الرياضة المصرية دي. مليارات بتصرف وفضايح في كل حاجة، فضحوا مصر في كل مكان وفي كل وقت. والله العظيم المفروض اول حاجه يتحاسبوا عليها الفضايح اللي اتفضحناها بره دي. ده اول حاجه يتحاسبوا عليها. عد بقى واغلط الفضايح. وزير الشباب والرياضه مين بيحاسبه؟ مين بيحاسبه على كميه الفشل الذريع؟
هات لي انجاز واحد بس لوزير الشباب والرياضه، اتحداك انك تجيب لي انجاز واحد لوزير الشباب والرياضه او اي اتحاد تاني. مش هقول لك كذا، هات لي انجاز كده واحد للرياضه المصريه او كره القدم او غيرها، اتحاد هنا وبوريده. تمام. تعال الانديه الحكوميه، الانديه الجماهيريه، الزمالك والاسماعيلي وكذا، شوف حالهم عامل ازاي. انديه حكوميه اهي وجماهيريه، شوف حالهم عامل ازاي. مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مين اللي فيه الزمالك واللي فيه الاسماعيلي والانديه الشعبيه دي؟ مسؤوليه مين؟ مفيش حد بيحاسب. مفيش حد بيحاسب. خراب بمعنى الكلمه. والله ناس جلدهم تخين، يعني مفيش، يعني يا راجل بلا قرف، والله العظيم قرف. اوعى يشيلوا الليله الحلم طولان، تمام، وينسوك البلاوي السوداء بتاعت وزير الشباب والرياضه وابو ريده واحمد دياب والشله بتاعت الاتحاد الكوره ورابطه الانديه والكلام من ده. تمام. تاني نقطه بكلمك عنها، موضوع حامد حمدان والاهلي. الكلام طبعا الايام اللي فاتت دي رايح جاي كتير في نقطة ان الزمالك كان متفق على 20 مليون، تمام، وياخد حامد حمدان، والاهلي بيتكلم ان هو معلق على الزمالك وهيدفع 30 وكلام زي كده. بص، هو المفاوضات بين الاهلي وبتروجيت ماشية في اطار ودي كده بالحب، ان هم يخلصوا في حامد حمدان لسبب، لان الاهلي مش ضامن في ايده ديانج، يعني بنسبة كبيرة ديانج ماشي، وديانج مشي ما مشيش كده كده هيجيبوا حامد حمدان، تمام، كايه، كسبير او بديل ليه، لان احمد رضا بنسبه كبيره ماشي، فهيبقى كده هيدخل مكانه حامد حمدان، تمام. وهم في الاهلي يعني بنسبه قول 90% متاكدين ان ديانج مش مكمل. ديانج بيتكلم طبعا في ارقام فلكيه، تمام، هتبوظ الدنيا في الاهلي، فهم كده مش عايزين يدخلوا في تفاصيل، هم عايزين يجددوا لديانج بشروطهم هم، بشروط النادي الاهلي. ما نفعش الموضوع وكذا فهيمشي وهيجيبوا حامد حمدان، وحتى لو ما مشيش كده كده الاهلي عايز يجيب حامد حمدان، لان احمد رضا بنسبه كبيره هيمشي. هو بنسبه كبيره احمد رضا يعني رايح بديل لحامد حمدان في بتروجيت، لان هو اصلا جاي من بتروجيت احمد رضا، فبنسبه كبيره ان احمد رضا رايح بتروجيت. ويعني انا مستغرب برضه في نقطه، انت كان قدامك احمد رضا وقدامك تمام حامد حمدان، انت بتاخد احمد رضا وبتسيب حامد حمدان، دلوقتي بترجع احمد رضا وعايز تاخد حامد حمدان. ايه ده؟ ايه ده تخطيط ايه ده بالظبط؟ يعني انا عايز افهم اللي ماسك التخطيط بيخطط ايه اصلا، يعني انا مش عارف. انت بجمله العجن اللي حاصل ايه يا جدعان؟ في ايه؟ يعني انت دلوقتي كان قدامك الاثنين احمد رضا وحامد حمدان، خدت احمد رضا وسبت حامد حمدان، دلوقتي عايز ترجع لهم احمد رضا وتاخد حامد حمدان. ايه ده؟ حاجه والله العظيم غريبه جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.